أكلة أصحاب المزاج العالي الطحال يا جماعة. مش عارفة أقول لكم قد إيه هو بيبقى طعم وطري وحتة لحمة كده حلوة قوي. هي من نفس مشتقات الكبدة وكده بس طعمها مختلف طبعا. تعالى أوريكم إزاي. ده الطحال أنا بسلقه في مية، بحط فيه بصلاية وجزراية وكرفس. ده بعد ما بتسلق، ولازم لما تشتريه اوعى يكون مفتوح منكم، لازم يكون مقفول بالطريقة دي. لو مفتوح هيبوظ منكم خالص ومش هينفع. عشان كده لازم تجيبوه من جزار تكون مضمون وما يكونش مفتوح خالص. بس بعد ما سلقته اخد حوالي ساعة الا ربع كده، بطلعه وببدأ ان انا اقطعه شرايح طولية. انا بحب التقطيع ده وكل واحد يقطع براحته. بقطعه طولي كده وبعد كده بقطعه بالنص، يعني زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. لو انتوا حابين السمك يكون اكتر من كده تمام، بس انا بحب السمك ده. بجيب بقى اي صينية او اي طاسة، بحط حتة سمنة بلدي او حتة ليا على حسب ما انتوا بتحبوا. واول ما بلاقيها ساحت بحط على طول الطحال اللي عندي اللي انا قطعته. ولازم يكون على نار عالية عشان ما ينزلش مية ويفضل جوسي من جوه وفي نفس الوقت يتحمر. هفضل احمر فيه كده حوالي 10 دقايق لغاية لما ياخد لون حلو. بعد كده هنزل معايا بفلفلاية حمراء عادية، وعليه فلفل احمر برضو سبايسي وكزبرة وشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسمر. كمان عندي حوالي 5 فصوص من الثوم انا دقاهم. هبدأ برضو انزل فيهم وافضل احمر فيهم مع الطحال لغاية لما يتشرب كل ميته ونلاقيه كده اتسبك بيه حلو وطعمه بيه حلو. وبعد كده تقدموه. ده بيتاكل مع مكرونة مع رز بالعيش، بيبقى زي العسل. ممكن وجبة عشاء خفيفة او وجبة غدا زي ما انتوا تحبوا. عايزة اقول لكم الحاجات دي بتبقى حلوة قوي في الاعياد، بنفطر بيها الصبح مع الكبدة مع المخ مع الحاجات دي. اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب.